السلام عليكم، كيفكم اخواني؟ اتمنى تكونوا بألف خير. اليوم الموضوع اللي بدي احكيه معاكم يخص لعبة القمار. بالنسبة للقمار هي شغلة فيها ادمان، فيها سوسة يعني، وخطرة بنفس الوقت. يعني احتمال تكون بخطورة المخدرات او اكثر كمان. نحن قديما سابقا كنا اخذين صورة عن الشخص اللي يلعب قمار انه يكون بهالشكل او بهذا الشكل. هلا ربحت لعبتي بالقمار. إذا بتربح وما عندي أي مشكلة. دائما هيك بتقول. بيجي تليفون بتاخد كل شي ربحته منا وبتروح. شو بنا؟ أنا عم سامحكم برواحكم، شو بدكم أكتر من هيك؟ بس حاليا لا، اختلف الوضع. يمكن شخص عادي متمدد على فرشته وبيته ولابس شورت كمان، يكون قاعد عم يلعب قمار. كيف صارت الشغلة؟ صارت انه عن طريق العاب هي اللي يشوفها الشخص بسيطة، يعني العاب عادية. انت عبارة عن مكعبات وتنزل فوق بعض، او هو مهمته الشخص بس يكبس هالكبسة، يكبس فقط، ما يسوي شيء ولا يتعب مخه نهائيا. طبعا شغلة فيها خطر، يعني اللي يشوفها هي معنا بسيطة. ليش؟ لان الشخص اللي وقع بالقمار، وانا عم احكي لكم عن تجربة يعني، فعلا شغلة فيها ادمان وسوسة يعني، واحتمال الواحد يخسر فوقه وتحته من وراء هيك امور. وطبعا كيف تبدأ الشغلة؟ تبدأ الشغلة بالفضول. أول شي الشخص يكون عنده، أولا تبدأ فضول. الشخص يكون عنده فضول، بده يجرب. بس جرب اللعبة مرة مرتين ثلاثة، يربح، بس ربح يطمع. بس يطمع بده يخسر، بس يخسر يصير يقول بدي أطالع خسارتي. اللي فات بلعبة القمار وبهالأمور أكيد عم يفهم علي شو عم بحكي. رجاء نصيحة مني، لا تجرب يعني، بلالك هالتجربة. كان معكم أسامة العلي، إلى اللقاء.